الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل المجد والثناء أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مضى ثلث وأنت بلا انتباه، فبادر يا أخي ولا تكابر، فكم صائم قد كان فينا فغاب عن الأحبة في المقابر. فها هي فرصة جاءتك عجلا من العشر الأواسط والأواخر. نصحتك يا حبيبي فاستمعني، فيومئذ ترد عن المعاذر. قال الشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله: النوع الثاني من تلاوة القرآن، قال: وهو تلاوة حكمه بتصديق أخباره واتباع أحكامه، فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولهذا درج السلف رضي الله عنهم على ذلك، يتعلمون القرآن ويصدقون به ويطبقون أحكامه تطبيقا إيجابيا عن عقيدة راسخة ويقين صادق. وهذا النوع من التلاوة هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهم لما عموا في الدنيا عن رؤية الحق صموا عن سماعه وأمسكوا عن النطق به، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا حجاب. جازاهم الله في الآخرة بمثل ما كانوا عليه في الدنيا وأضاعهم كما أضاعوا شريعته. ذكر في الحديث الذي رواه البخاري أن رجلا مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة، يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إلى الرجل حتى يصح رأسه كما كان، فيعود عليه مثل ما فعل المرة الأولى يثلغ رأسه. فيقول النبي الكريم: سبحان الله، ما هذا؟ فيقال له: هو الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وفي صحيح مسلم: القرآن حجة لك أو عليك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليل إذا الناس ينامون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمي. يا حسنهم والليل قد أجنهم ونورهم يفوق نور الأنجم. ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنم. قلوبهم للذكر قد تفرغت دموعهم كلؤلؤ منتظم. أسحارهم بنورهم قد أشرقت وخلع الغفران خير القسم. قد حفظوا صيامهم من لغوهم وخشعوا في الليل في ذكرهم. ويحك يا نفس ألا تيقظي للنفع قبل أن تزل قدمي. مضى الزمان في توان وهوى فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. إخواني، احفظوا القرآن قبل فوات الإمكان وحافظوا على حدوده
من التفريط والعصيان، واعلموا أنه شاهد لكم أو عليكم عند الملك الديان. ليس من شكر نعمة الله بإنزاله أن نتخذه وراءنا ظهريا، وليس من تعظيم حرمات الله أن تتخذ أحكامه سخريا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك حق التلاوة، واجعلنا ممن نال به الفلاح والسعادة. اللهم ارزقنا إقامة لفظه ومعناه وحدوده ورعاية حرمته. اللهم اجعلنا من الراسخين في العلم المؤمنين بمحكمه ومتشابهه، تصديقا بأخباره وتنفيذا لأحكامه. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.